السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله مع بعضنا هنعمله حاجة كده من بواقي الكيك اللي عندنا، حاجة لذيذة تحلية بسيطة وسهلة كده وان شاء الله تعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا معايا النهاردة ايه؟ معايا منجاية كانت في التلاجة، قشرتها وقطعتها بالمنظر ده مكعبات. معايا حتتين كيكة برضو بايتة، مش طازة يعني ولا حاجة، كانت متسابه برده في التلاجة برده عادي. انا لما بعمل كيكه بالزياده بحطها في التلاجة. وده كريم جانتيه، عملت كوبايه كريم جانتيه. ومعايا باكو جيلي مانجا، عملته برده كده بسرعه. يعني حاجات كده اول ما امك هنلموها كلها في صينيه واحده وتبقى تحليه حلوه وسهله. نجيب الطبق بتاعنا كده، نجيب الطبق بتاعنا ونرصه فيه الكيكه اللي احنا عاملينها. عندك كيكه عندك بسكوت، الاتنين ينفعوا ماشي. اهي ممكن نقسموها وممكن نسويها زي ما هي، بس انا ممكن اقسمها عشان ما تبقاش عاليه قوي. بس هي باينه اهي انها بايته مش طازه معانا. واي نوع كيكه عندك، يعني ما قلتلكيش كيكه معينه، اللي موجود عندك اشتغلي بيه. وترصيها كده في الطبق بتاعك. لو ما عندكيش كيك وعندك بسكوت بايت برضو قديم عندك ولا حاجه ومش هتاكليه، ممكن تستغليه برضو في الوصفه دي. اهو شايفه كده، تملي بقى الطبق بتاعك على قد الطبق تحطي. شايفه ازاي كده كلها كده وترصيها في الطبق كويس قوي. وبعد كده تيجي بالجيلي بتاعنا يكون بارد، انا الجيلي عاملاه وسايباه ان هو يبرد. ماشي تمام اهو. تملي بقى كده الصينيه بتاعتك كده كلها. اهي كده خلاص احنا رصينا الصينيه بتاعتنا كلها. نشيل بقى الطبق ده ونيجي كده بالمعلقه. انا هعمل ايه دلوقتي؟ بصي هبلها كده بس اهي بمعلقه جيلي. لو عايزه عندك عصير مانجا وعايزه تعملي كده اهوت تزقيها كده بيها، تطريها شويه، ممكن برضو تبقى حلوه قوي. تحليه ما بتاخدلهاش 5 دقايق، حاجات كده اهوت اول عندك في ثواني كده هتعمليها. بس انا مش هشربها كتير، بس كده. ونجيب بقى الكريم جانتيه بتاعنا وننزله كده كله في الطبق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كميه حلوه كده برضو من الكريم جانتيه، تفرجيها كويس، تغطيها كده كلها. وبعد كده نحط المانجا بتاعتنا وعليها الجيلي وتحطي في التلاجة وتاكلوه كده وتساقع، حاجه كده جميله. وبمانجايه عندك بقى في التلاجة على حتتين كيكه بايتين، عملنا احلى تحليه اهو. بس كده المهم بس ايه، تغطي كل الكيكه بتاعتنا او كل البسكوت بتاعنا. انا اديتك الفكره واللي موجود عندك انت تشتغلي بيه. كيكه او بسكوت الاتنين ينفعوا مع بعض. لا مش الاتنين مع بعض، يعني ينفع الكيكه او البسكوت، اي حاجه موجوده عندك. خلاص كده ننزل بقى عليها بقطع المانجا بتاعتنا. نشيل الحاجات دي وننزل كده اهوت بقطع المانجا. فرقيها كده اهوت كويس على الكريم جانتيه. مانجايه كبيره كده، مانجايتين الموجود عندك حطيه. ودلوقتي المانجا كويسه قوي واسعارها حلوه قوي في السوق. وحاولي بقى تخزني حبه، حاولي تعملي مربى. جربي كده مربى المانجا حلوه قوي، احنا ممكن نعملوها ان شاء الله مع بعضنا، هتعجبك قوي برضو. طبعا لو عشاق المانجا، ومفيش حد بصراحه بيكره المانجا، كلنا بنحبوها. شايفه الجمال؟ الجيلي بتاعنا لازم يكون بارد اهو. خلاص كده حاولي انك انتي تدخلي كده المانجا جوه الكريم جانتيه. تمام. بعد كده نجيب ايه، نجيب الجيلي بتاعنا وننزل بيه واحده واحده كده اهوت. كلها هيتعملت في ثانيه، مفيش 5 دقايق خلصناها. شايفه؟ تحطيها في التلاجة تبرد من التلاجة وتسقع كده وتبقى جميله، ونشوفوها مع بعضنا. بس كده نحطها بقى في التلاجة كده مش اقل حتى من 3 ساعات، اول ما الجيلي دوت يسقع خالص. ماشي. ونشوفها بعد كده التحليه بتاعتنا تكون جمدت مع بعضها هي في التلاجة. شايفه كده جامده ازاي؟ حطيناها كده في التلاجة لغايه ما جمدت ومسكت بعضها.
بصي بقى اللي على الوش دوت، دي غلطة طبعا مني، عشان ما تعمليهاش انتي فتعرفي تعملي ايه. لازم يكون الكريم جانتيه ممسوك. حطي الطبقة بتاعتك الاول. بصي الطبقات، شايفة الطبقات بتاعتها عاملة ازاي؟ حطي الطبقات بتاعتك دخليها في التلاجة شوية، يكون الجيلي بتاعنا بارد خالص. لازم يكون الجيلي بارد قبل ما تحطي الجيلي تعاليها، يكون الجيلي بارد. انا حطيته وهي الكريم جانتيه كان لسه سايح شويه، والجيلي كمان ما كانش بارد قوي، فعشان كده بصي الكريم جانتيه طلع على الوش فمسك كده مع الجيلي وبقى بالمنظر ده. فخدي بالك من الغلطه اللي احنا قلناها دي. خلاص كده، يلا بينا بقى نقطعه كده مع بعضنا حته ونشوفوها تبقى ايه، تبقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه قوي هي، وتحليه كده طعمها لذيذ. بس قطعي بقى كده زي ما انت عايزه قطعي. طعمها حلو كده وساقعه كده ومنعشه، حاجه كده ايه انتعاش. ومن الكيكه البايته بتاعتنا طلعنا منها حاجه كده جميله. الله الله الله، شايفه الجمال؟ شايفه الجمال بتاعها اهي. نحطها كده بقى في الطبق بتاعنا كده وجربيها وان شاء الله تعجبك. ولو عجبك الفيديو بتاعنا ان شاء الله هيعجبك باذن الله. بس لو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنسيش تعملي لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.